انا واحده زي اي واحده رحت اسال على الكنافه بالمانجا علشان نفسي رايحه لها. اروح اسال كده الاقيه بيقول لي المبلغ ده، قلت له لا يا حبيبي خليها عندك وانا هعملها باقل تكلفه. انتوا عارفين بقى انا عملتها بكام؟ عملتها ب20 جنيه او اقل كمان. يعني بصوا طلعت معايا بشكل متماسكه وما فيهاش اي غلطه. تابعوا بقى اول حاجه معايا بقى طبعا الوصفه. هيكون معاكي نص كيلو من الكنافه ديت انا هحطها في الفريزر من بالليل، وهبدا ان انا اطلعها كده وافرفتها بايديا. جيت افرفتها بايديا لقيت ان الفريزر مش مديها حقها ومش مجمدها قوي. ف فككتها من بعد كده، بدات ان انا جبت الكبه بتاعتي ونزلت بكميه يعني مش كتير. تمام. وبعد كده هبدا ان انا افرمها وتبقى معايا متفرفته بالشكل ده. هبدا احط باقي الكميه كلها وهيكون بقى معايا على النار حله بقى. حطيت فيها كده ربع كوبايه من الزبده وبقعتين كده من الزيت. تمام. وبدات ان انا احمر فيها بالشكل ده لحد ما توصل معايا بالقوام ده واللون دوت. يا جماعه يخرب بيت جمال لونها، بجد بعشق اللون ده. المهم يا جماعه هنسيبها بقى تبرد وهنعمل خالص. الكريم شانتيه بتاعنا. تمام. اول حاجه بقى جبت البوله بتاعتي، نزلت كده بكوبايه من الكريم شانتيه، ونزلت عليها بكوبايه الا ربع من اللبن. وبعد كده هبدا ان انا اضرب، وبعد كده هضرب بقى بالمضرب الكهربائي بتاعي لحد ما يوصل معايا الكريم شانتيه، ان انا اقلب البوله ما تتقلبش. تمام يا جماعه. دلوقتي بقى هيكون معايا البايركس اللي انا هقدم فيه. حطيت كده شويه من الكنافه بتاعتي وهسقيهم بشويه من الشربات، شويه مش كتير يعني. وهبدا ان انا اقلب الكلام ده كله مع بعضه. عايزه الشربات مع الكنافه يكونوا تجانسوا مع بعض. هبدا ان انا اطبطبها بالشكل ده، وهجيب حاجه علشان اضغط عليها بالشكل ده. وكمان جبت معلقتين من الشربات سقتها من فوق كده بالشكل ده. وجبت شويه من الكريم شانتيه، بدات ان انا افرد فيهم. لقيت ان السباتلا دي مش راضيه تفردها. فالمهم جبت المعلقه هي اللي هتفردها لك في ثواني بجد. حطيت بقى كده بعد ما خلصت، جبت بقى كده قطعة من المانجا، بدأت ان انا احط في النص مانجا. ورجعت تاني حطيت كنافة، بس الكنافة دي بقى كنت حاطة عليها كريم شانتيه علشان لو حطيتها على المانجا مش هقدر ان انا اقلبها. وبعد كده برضو نزلت بقى بكمية الكريم شانتيه بتاعتي كلها علشان خلاص كده دي اخر طبقة هحطها من كريم شانتيه. تمام. وهبدأ ان انا اسويها بقى بالشكل ده. وهنجيب بقى المانجا بتاعتنا وهبدأ ان انا احطها من فوق. تمام. انا كنت عامله 3 منجات يا جماعه وما كفوش يعني. كان هي كده كانت خلصت معايا. شايفين بقى الشكل؟ شايفين بقى يا لهوي يا جماعه الا طعمها يعني ما فيش احلى من كده. واوعي تروحي تشتريها من غاليه. بره قوي قوي قوي. انت اعمليها في البيت بشويه حاجات بسيطه كده هتطلعيها كمان احلى من بتاع بره. وهنا نكون الفيديو خلص. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو.